وبالنسبه للمندوب اللي بيسجل الرقم ويقعد ينزل ستوريز، ايه يعني اللي انا بدور عليه. ايه اغرب موقف حصل لك مع المندوب وانت بتستلم الاوردر؟ كنت في الشغل وكل شويه نتفق ان هو يجي مكان شغلي، ماشي تمام، وجي وانا كنت مشيت وساب الحاجه مع الامن والحاجه ضاعت ورجع تاني، وكان حوار كده لحد ما هو اتصرف. الاوردر وصل لك؟ وصل. كان كويس؟ لا كان كويس. مره قبل كده طلبت جاكيت جالي شورت. ايه ده؟ ايه ده؟ وانت طلبت ايه؟ لا انا طلبت جاكيت جالي جاكيت عادي عادي جدا؟ عادي غريبه مش دي. على مقاسي. طب ما جابش الحاجه، ازاي؟ خلاها معاه كده ومشي. طب وبعدين الاوردر فين؟ الشركه بعتت غيره بس يعني المندوب خدها. المندوب خدها. طب وبالنسبه للمندوب اللي بيسجل الرقم ويقعد ينزل ستوريز، ايه يعني اللي انا بدور عليه؟ انا دايما بعمل لهم بلوك بعد ما استلم الاوردر. طب حد ما عملش بلوك واللي حصل ايه؟ لا ما حصلش حاجه والله. لا هو مره واحد قال لي بحبك بس كده على طول؟ على طول بس. حتى يعني ما تعرفتش على بعض لسه؟ لا هو قال لي على طول والله بجد. هو يعني سريع، عايز ينجز السايكل تمشي بسرعه. حاجه هم سوري مش بيفهموا، يعني مثلا واحد يكلمني وانا في الجامعه بقول له ليه عايز سوري؟ اعمل محاضره دلوقتي، فيقفل ويرن، انا لسه خلصتش محاضره، يعني هو بيرن 30 مره ما انا في محاضره. هو منطقي ان هو يبقى غبي فعلا، انت عندك حق. صراحه غبي. انا بصراحه مش بحط رقمي، بس هو حد يجي يتكلم مع اختي على اساس ان انا اتعاملي. فالمشاكل كلها معاه هي. طيب عامة جايب لكم ويب سايت مصري اسمه سمسم، مجمع لكم كل البراندات المصرية اللي بتقدم منتجات بجودة عالية جدا في مكان واحد. أي حاجة أنتم محتاجينها هتلاقوها على الويب سايت، لما تعملوا سكان للكيو ار كود وتحملوا الابلكيشن هتاخدوا خصم 10% وشحن مجاني لمدة سنة. دي كانت حلقة النهاردة من سمسم في الشارع، ما تنسوش تحملوا الابلكيشن عشان تاخدوا خصم 10% وشحن مجاني لمدة سنة. استنونا في حلقة جديدة من حلقات سمسم في الشارع.